مصر. الفراعنة المنتخب المصري أول منتخب أفريقي يشارك في كأس عالمية عام 34 وهم الأكثر تتويجا في القارة الأفريقية في كأس أفريقيا. المركز الأول من المجموعة الأولى للمنتخب المصري. نواصل للمجموعة الثانية. السنغال. منتخب السنغال. أسود التيرينغا بطل أفريقيا الذي سوف يبحث عن مشاركة ثالثة تواليا في كأس عالمية في نسخة 2026. ينضمون للمجموعة الأولى مع كونغو ديمقراطية، موريتانيا، التوغو، السودان وجنوب السودان. المركز الأول من المجموعة الثانية للسنغال. نواصل للمجموعة الثالثة. نيجيريا. منتخب نيجيريا. السوبر ايجلز اوف نيجيريا. السوبر ايجلز نيجيريا. يبدو أن قصة حب بين نيجيريا وجنوب افريقيا، اذ انهم يتقابلون دائما في التصفيات. السوبر ايجلز ترشحوا في 6 من اخر 7 كؤوس عالمية شاركوا في تصفياتها. فريق جيجي اوكوشا بالتاكيد هو سعيد. ينضمون للبنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو وجنوب افريقيا طبعا. المركز الاول من المجموعة الثالثة لنيجيريا. نواصل. كاميرون. منتخب الكاميرون. فريق سونغ بالتأكيد الذي ترشح في 8 من آخر 11 نسخة لكأس العالم ومستقبل ومنظم كأس أفريقيا الأخيرة. سيتمركز في المركز الأول من المجموعة الرابعة. نواصل مع المجموعة الخامسة. موروكو. المغرب. أسود الأطلس بالتأكيد بعد مشاركة تاريخية في كأس العالم في دولة قطر. أول منتخب أفريقي يبلغ النصف النهائي في كأس العالم. سنرى إذا ما سوف يحاولون تحقيق أفضل من ذلك في نسخة 2026. المنتخب المغربي المركز الأول من المجموعة الخامسة في هذه التصفيات. نواصل للمجموعة السادسة. كوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار. منتخب الكوت ديفوار مستقبل ومستضيف النسخة القادمة لكأس أفريقيا، وكذلك مستضيف هذه القرعة. ترشحوا ل3 نسخ متتالية في كأس العالم من 2006 إلى 2014. المنتخب الكوت ديفوار المركز الأول من المجموعة السادسة. نواصل للمجموعة السابعة. ألجيريا. منتخب الجزائر. منتخب الجزائر الذي كان قريبا جدا من المشاركة في كأس عالم قطر 2022 سوف يحاولون بلوغ كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم. المركز الأول من المجموعة السابعة إضافة إلى غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا والصومال. آخر منتخبين. تفضل مانو. تبقى المنتخب التونسي ومنتخب مالي. من سيكون المنتخب الآن؟ تونسيا. منتخب تونس. نسور قرطاج أول منتخب أفريقي يفوز بمباراة في كأس العالم عام 78. المنتخب التونسي المركز الأول من المجموعة الثامنة. وأخيرا لكي ننهي القرعة لهذه الأمسية، تفضل إيمانويل، الشرف لك. مالي.
منتخب مالي. منتخب مالي لم يشارك حتى الآن في كأس عالمية، لكنه فريق قوي جدا ولديه كل حظوظه في القارة الأفريقية. مانويل شكرا لك، كان الضغط كبيرا لكنك قمت بعمل وما قدموه لنا. مانويل إبوي، الشرف سيكون لك كي تكشف لنا هذه. كاميرون. منتخب توغو السودان وجنوب السودان. توغو السودان مالي. منتخب مالي. منتخب مالي لم يشارك حتى الآن في كأس عالمية، لكنه فريق قوي جدا ولديه كل حظوظه في القارة الأفريقية. مانويل شكرا لك، كان الضغط كبيرا لكنك قمت بعمل ممتاز. شكرا جزيلا. والآن مانولو يمكن أن نقوم بمراجعة المجموعات. نعم فعلا سامسون، دعونا نلقي نظرة على المجموعات التسعة. المجموعة الأولى مع المنتخب المصري بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، سيراليون، اثيوبيا وجيبوتي. المجموعة الثانية مع السنغال صاحب اللقب الافريقي القاري، والكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توغو السودان وجنوب السودان. المجموعة الثالثة نيجيريا، جنوب افريقيا، البنين، زيمبابوي، رواندا وليسوتو. ثم المجموعة الرابعة لدينا الكاميرون، الرأس الأخضر، أنغولا، ليبيا، إسواتيني وموريشيوس. ثم المجموعة الخامسة المغرب مع زامبيا، كونغو، تنزانيا، النيجر وإريتريا. المجموعة السادسة الكوت ديفوار، منتخب الغابون، كينيا، غامبيا، بوروندي والسيشل. المجموعة السابعة الجزائر في قمة المجموعة مع غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال. المجموعة الثامنة تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا وساوتومي برينسيبي. ثم المجموعة التاسعة والأخيرة منتخب مالي إلى جانب غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر وتشاد. وبهذا سامسون نحن ننهي رسميا هذا الجزء من القرعة والأكثر إثارة بالتأكيد. إذا شكرا جزيلا. يريد أن يتحدى المغرب ويريد أن يحقق نتائج إيجابية على المستوى الافريقي كاس افريقيا القادم وعلى مستوى تصفيه كاس العالم. فهنا المدرب الاطار الفني اكيد انه يسعى لتثبيت النجاح هذا من خلال انه سيذهب الى افريقيا من اجل الفوز، لانه المغرب لاحظ منتخب كبير ضم اجيال على مستوى كبير وعالي، لكن يبقى يفتقد الكاس افريقيا، فاز به مره وحيده، وهذا حقيقه يعتبر نقص بالنسبه للمنتخب المغربي. على المستوى العالم الكل شاهدنا اداء المغرب اللي لا يخفى على حد، هذا المستوى الكبير. انا لا اعتقد ان المغرب سيجد مشاكل، لا اعتقد ذلك، لا من زامبيا ومن اي منتخب، لديه تنظيم تكتيكي على مستوى عالي، لكن سنشاهد في كبيره. انا ارى في بعض الاحيان في كاس العالم كنت اشك في سيسي هذا المدرب المحلي، لانه لديه حقيقه نجوم كبار، لكن لم يعجبني على المستوى الافريقي كان جيد، لكن على مستوى تصرف كاس العالم يعجبني. على كل حال انا من حقه ان يسعد، لكن اليوم مع كثر المنتخبات كان صعب ان يقع المنتخب السنغالي مع مصر ومع تونس، لانه اليوم التصنيف الاول. اليوم ليس انجاز بالنسبه للسنغال ان يصل الى كاس العالم. السنغال لابد ان يحافظ ويدافع على لقبه على المستوى الافريقي، والسنغال يريد الوصول وان يذهب بعيد ولديه كل الامكانيات. اليوم نتكلم على تراجع بعض نجوم الفريق مثل حارس المرمى مندي، اليوم ذهب الى الدوري السعودي، يتمنى ان يستعيد عافيته لانه في تشيلسي فقد مكان كاساسي. اليوم نتكلموا كذلك كوليبالي اللي ذهب للدوري السعودي، نتكلموا اليوم ماني في اخبار كذلك ان يذهب للدوري السعودي. هنا قدره هؤلاء اللاعبين على الحفاظ على مستواه، هنا يعود الى اللاعب، يعود الى انضباطه، يعود كذلك ان يستعيد مستواه، لان قوه المنتخب السنغالي من اللاعبين. اكيد المدرب له دور، اكيد كل اطار الفني واطار الاداري على مستوى السنغال، لكن اللاعب هو المسؤول الاساسي على امكانياته. انا اعتقد ان السنغال سنكتشف السنغال وامكانياتها في كاس افريقيا القادم، وقدره السنغال على الحفاظ على اللقب اللي نراه صعب للغايه. هنالك اظن منتخب وحيد او لا يعد كثير من المنتخبات التي حافظت على اللقب هي المنتخب المصري 3 مرات متتاليه، ولا اظن ان هنالك منتخب او حتى لو هنالك انا لا اتذكر بمعنى الحفاظ، لان الفوز باللقب سهل لكن الحفاظ عليه صعب، لان تجد منافسه شرسه من جل المنتخبات القويه المعروفه. على كل حال السنغال لديها كل الامكانيات للمرور بدون اي اشكال. المجموعه الثالثه نيجيريا، جنوب افريقيا، بنين
زيمبابوي، رواندا، ليسوتو، نيجيريا، جنوب افريقيا مواجهه قويه جدا كابتن ياسر. زي ما كان بنقول ان الناس يعني بتحاول انها تتجنب مواجهه غانا، كان في برضه منتخبات بتحاول تتجنب جنوب افريقيا، لان جنوب افريقيا قلنا ان ادائهم على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي وسان داونز وعندهم لعيبه كبيره جدا ولاعيبه محترفين كتير، لكن انا شايف ان برضه هتكون مجموعه قويه جدا، لكن انا شايف ان برضه احتمال كبير ان نيجيريا تقدر تحسم التاهل على اول مجموعه، وجنوب افريقيا ممكن تكون من احسن تواني. نيجيريا ستواجه معاناه كابتن حاتم ربما من جنوب افريقيا، وستواجه صعوبات من هذا المنتخب المتطور واخر في الكره الافريقيه. اكيد جنوب افريقيا تكلمنا عليه، انه هذا المنتخب يعتمد بالاساس على فريق سان داونز اللي اكيد متالق على المستوى الافريقي. جنوب افريقيا يتطور ويتحسن، سيواجه نيجيريا مهما كان يبقى برازيل افريقيا، نيجيريا دائما يضم عناصر على المستوى عالي، سيدخل هذه المواجهه بحظوظ كبيره للمرور، ستكون هنالك منافسه. انا حسب رايي انه نيجيريا اعلى ولديها الامكانيات والخبره، لكن تعلم مثل هذه المباريات في افريقيا تكون في بعض الاحيان مغايره على ما نشاهده على مستوى كاس العالم، وهذا شاهدناه معنا بمنتخب يكون جيد على مستوى يعني كاس عالم او يعني، ثم لما ينتقل الى افريقيا تتغير ظروف الطقس، الملاعب، كل الظروف تتغير، لكن انا اعتقد ان نيجيريا لديها الامكانيات لتجاوز جنوب افريقيا. المجموعه الرابعه تضم الكاميرون، الراس الاخضر، انغولا، المنتخب الليبي، المنتخب العربي في هذه المجموعه، اسواتيني وموريشيوس. المنتخب الليبي سيجد معاناه في هذه المجموعه امام هذه المنتخبات. المنتخب الليبي منتخب يعني يضم عناصر شابه كتير جدا وبيحاول ان هو يعمل اسم كبير، لكن انا شايف المنتخب الليبي هيقدر ان هو يحاول يعمل نتائج قويه، لان عنده امل ان هو يوصل لكاس العالم. كل المنتخبات اللي ما وصلتش كاس العالم دلوقتي عندها فرصه كبيره جدا، لان دلوقتي العدد بقى اكتر، الفرصه بقت اكتر، عندك فرصه كمان ان انت تبقى من احسن التواني لو جبت نقط كتير، زي ما قلنا انها تقدر تعمل الملحق، وممكن يبقى بدل افريقيا 9 يبقوا 10 فرق من افريقيا، لكن هتكون مجموعه قويه جدا. لكن انا شايف ان برضو انجولا فرقه لا يستهان بها، ان انجولا فرقه قويه جدا وعندها لاعبين كتير محترفين، لكن في النهايه برضو اللي هيحصل هو الاداء في الملعب. لو فعلا كل فرقه عايزه توصل هتحاول انها توصل، وممكن تحقق نتيجه ترضي جماهيرها وترضي الاداء. كابتن حاتم، هل انجولا بمقدورها ان تخلق صعوبات بالنسبه للمنتخب الكاميروني في هذه المجموعه؟ يعني الكاميرون حقيقه لم تعجبني في مستوى، يمكن فازت على البرازيل في كاس العالم، لكن هي كاداء شاهدنا بعض الاحيان الاضطرابات من بين بعض اللاعبين وما بين المدرب سونغ وما بين رئيس الاتحاد اللي هو سامويليتو وما بين اونانا كذلك الذي غادر من بعدنا لانه رفض بعض الامور. هذا المشاكل التي موجوده في صلب المنتخب هذه قادره ان تصلح بالبلبله. هنا قدره الاتحاد الكاميروني مع المدرب على إعادة أو استعادة التوازن واستعادة كذلك نجوم الفريق. اليوم لما نتكلم على أحسن حارس اليوم اللي مهتم به أعتقد يونايتد، يعني سيكون موجود مع اليونايتد، فلا بد أن يكون موجود في المنتخب الكاميروني، ولا بد كذلك أن يوتو أن يعلم جيدا أن هو كان نجم وكان كذلك أن يسمع لرأيه، فلا بد أن يكون كذلك صيغة تفاهم بالنسبة لأنغولا. هل قادر؟ أكيد لا يوجد منتخب غير قادر على الهزيمة وغير قابل للهزيمة، لا يوجد منتخب اليوم مهما كان قوة المنتخب وامكانياته. بارسا في احسن عتوها وخسرت مباريات، ليفربول، مانشستر سيتي، اسبانيا لما فاز بكذا، اي منتخب، لانه لما في بعض الاحيان لا تكون جاهز، نجومك يكونوا غايبين، بعض الاصابات، لا تحترم المنافس، تكون غير قادر على السيطره على نجومك، غير قادر على تهيئ او تحضير منتخب بشكل جيد، هذا قادر ان يضر المنتخب. على كل حال الكاميرون شاهدناها في تصفيات كاس، في تصفيات افريقيا، وكيف لعبت، يعني كانت متواضعه، في بعض الاحيان جيده، بعض الاحيان اقل من مستواها ينزل. ليس هنالك مستوى ثابت للكاميرون التي كانت عليه في السابق. على كل حال ننتظر في هذه البطولة. كاميرون هي أفضل، لكن يمكن مشاهدة مفاجآت. المجموعة الخامسة تضم المنتخب المغربي مع الزامبي والكونغولي، منتخب الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا. منتخب المغرب الذي رفع سقف الطموح، الآن الهدف بكل تأكيد بالنسبة للمغاربة الذهاب بعيدا طبعا في كأس العالم. بعد ما المنتخب المغربي الأداء الرائع القوي اللي أداه في كأس العالم قطر 2022، وزي ما قلنا رفع سقف الطموح، مش هينزل عن كده. يعني المنتخب المغربي إذا كان في مونديال قطر وصل للمركز الرابع، أكيد عنده هدف إن هو يقدر مركز ثالث ثاني، ليه ما يفوز بكأس العالم. فاحنا قلنا ده زي ما قلنا في الأول قبل القرعة، إن لازم يكون عندك إيمان. منتخب
منتخب بحجم المنتخب المغربي منتخب قوي جدا، وانا شايف ان المجموعه هتكون سهله جدا بالنسبه للمنتخب المغربي. وانوه عنايه الساده المشاهدين الى تاهل النجمه التونسيه انس جابر الى نهائي بطوله ويمبلدون للتنس. نجاح كبير للنجمه التونسيه، نتمنى لها التوفيق بمشيئه الله تعالى في مشوارها وفي المباراه النهائيه بمشيئه الله. اعود للكابتن حاتم طرابلسي. كابتن حاتم، المنتخب المغربي مع الزامبي، تحدثنا عن زامبيا قبل القرعه، والان المغرب مع زامبيا، وزامبيا ربما ستحاول ان تقدم الافضل. جميع المنتخبات في افريقيا تحاول ان تلعب بالشكل المثالي امام المنتخبات القويه. الان المغرب تحت المجهر، والمغرب الكل يريد ان يتحدى المغرب، يريد ان يحقق نتائج ايجابيه على المستوى الافريقي كاس افريقيا القادم وعلى المستوى تصفيه كاس العالم. فهنا المدرب الاطار الفني اكيد انه يسعى لتثبيت النجاح هذا من خلال انه سيذهب الى افريقيا من اجل الفوز، لانه المغرب لاحظ منتخب كبير ضم اجيال على مستوى كبير وعالي، لكن يبقى يفتقد الكاس افريقيا، فاز به مره وحيده، وهذا حقيقه يعتبر نقص بالنسبه للمنتخب المغربي. على المستوى العالم الكل شاهدنا اداء المغرب اللي لا يخفى على حد، هذا المستوى الكبير. انا لا اعتقد ان المغرب سيجد مشاكل، لا اعتقد ذلك، لا من زامبيا ومن اي منتخب، لديه تنظيم تكتيكي على مستوى عالي، لكن سنشاهد في كيفيه التعامل في كاس افريقيا، في كيفيه الحفاظ على التوازن بدون الشعور بنوعا ما في بعض الاحيان في كره القدم لما تحقق نتيجه ايجابيه تشعر انك اعلى من البقيه، الثقه الاكثر، الكبر كثير في الكره، الكره لا تحب الكبر عليه، تحب التواضع، كل ما تتواضع كل ما ان النتائج الايجابيه. فكاس افريقيا مقياس بالنسبه للمنتخب المغربي، اتمنى النجاح للمنتخب المغربي في كاس افريقيا القادم، لانه مهم الحفاظ على هذا الجيل، لانه قادر، لانه هذا الجيل مع انه سيتم كذلك استخدام نجوم جدد، لانه المغرب طاقات موجوده داخل المغرب وخارج المغرب، فاتمنى لهم التوفيق. المجموعه السادسه الكوت ديفوار، الغابون، كينيا، غامبيا، بوروندي وسيشل. المنتخب الايفواري رغم انه ليس اصدقائي ديالي وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا اخوتي الزر ديال الجرس ولايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي ديالي ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله.